يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. مين قال بقى ان احنا لو ما عندناش نعناع فريش ما نعرفش نعمل ليمون بنعناع في الجو اللي احنا فيه ده؟ لا طبعا عندك نعناع بقى فريش، نعناع ناشف، هنعمل احلى كوبايه ليمون بالنعناع. وتحدي، تعالوا اوريكم انا بعمل ليمون بالنعناع ازاي. يلا بينا بقى الجمال ده. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا. انا بضيف كده عليه مكون تاني سحري بيخليه كده طعمه خطير. بجيب طبعا ليمون، بغسله، يفضل يكون اخضر، وبغسله وبقطعه كده طرنشات بالقشر بتاعه. بجيب نص كوبايه من النعناع الناشف، وده المكون اللي بقولكوا عليه. بضيف كيس لبن بودرة نيدو، اي لبن بودرة عادي، مش لازم يكون نيدو يعني. وبضيف هنا السكر بتاعي طبعا على حسب ما بتحبوا السكر يكون قد ايه. وبعدين بضيف المية بتاعتي، بملى بيها الشفشق بتاع الخلاط، وبضرب الكل جمال ده كله في الخلاط. وبعدين بقى بجيب مصفى كده عشان اصفي النعناع بقى القشر بتاعه، والليمون القشر بتاعه اللي متبقي في الخلاط. بصفيه بقى بالشكل ده كده. كده بقى معاكم احلى كوبايه ليمون بالنعناع بطريقه سهله وبسيطه. 5 دقايق هتلاقي نفسك عملتي حاجه كده حلوه، تطري بيها بجد على نفسنا في الجو الصعب ده. بصوا الجمال، عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا. طبعا بقى تضيفي التلج اللي انت عايزاه، بس لبن البودره بيودي طعمه في حته تانية. وبألف هنا.